مثال المبالغه في جهاز العروسين انطلقت من مركز مشهد، انطلقت من قريه مدين، تحركنا بها في كل البلاد الموجوده. تحركنا في مدين، رحنا مشتول، رحنا كفر بلاش، رحنا اشد، رحنا المنير، رحنا الغفريه، رحنا الزوامل، رحنا بلدين، رحنا الحلوات عبد الرحيم حافظ. البلاد دي كلها اجمعت على اشياء اللي انت بتتكلموا فيه دلوقتي، لان هي مشكله واحده. مشكله واحده. الحظ كويس ان احنا جينا لكم دلوقتي بكل خبرات البلاد دي. اللي احنا بنقوله ده ان شاء الله بدل ما احنا بنسمعه مع بعض بس كده، ان شاء الله باذن الله صوتكم انتم هنسجل ده دلوقتي وهيعرف في التلفزيون. عايز بقى نقول الاراء بتاعتنا اللي احنا عايزين ان شاء الله باذن الله. الكلام ده في قناه غايبه عننا، فان شاء الله باذن الله هيعرض هذا الكلام على التلفزيون، بس نسمع الاراء بتاعتنا كلنا. رقم واحد ما اتفق عليه البلاد ونشوف راي البشري. اتفق كل البلاد على رقم واحد الغاء زفة جهاز العروسين بالديجين، وذلك لأن زفة جهاز العروسين بالديجين تعتبر معرض للستات ومعرض للبنات، فالجهاز كله يعرض قدام الجميع، والست او البنت بتقول مش معنى فلانه ومش معنى فلانه ومش معنى فلانه، بتبدا ترصد هذا الجهاز وفي النهايه تقول لا انا عايزه اللي ما كانش في الجهاز كمان، وبالتالي تبدع الستات في بلاش شله. لما كنت بتكلم في صلاه الجمعه الناس قالت لي كلام يدمي القلوب، يدمي القلوب. في واحد لسه متجوز بنته في بلاش شله، عليه 70,000 جنيه من جواز بنته. عليه كام؟ 70,000 جنيه من جواز البنت. المعاناه كلها بتاعتنا كلنا زي بعض. لقينا اذا ان بلاش شله بتبيع رأي وبعته اللي هو كده عشان تتجوز بنتها، لانها بتبيعه عشان تتجوز بنتها. حضرات السنه الزواج عن فلوس قد ايه؟ والعريس مليون بفلوس مليون قد ايه؟ ليه؟ اصل فرح، الفرح اصل فرح بجد اللي ما يبقاش عليه فلوس وعماله دماغه رايحه جايه اسد الفلوس منين واسد منين واسد منين واسد منين. ام العروسه عليها ديون التجار اللي جايبه منهم من ورا جوزها، وتقول لي يوم الصباحيه، وتيجي الصباحيه لا عارفه تسد ده ولا عارفه تسد ده ولا عارفه تسد ده. العريس عليه ديون بتاعت الجهاز، بتاعت الشقه اللي جهزها. فاصبح هنا يعني تخيلوا كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول لنا كده اقلهن مهرا اكثرهن ايه؟ بركه. يبقى ربنا بيحط البركه في ايه؟ في اللي هو اقل مهر. طيب عليه عم الحاج بدا يفتح سيد الامور انا هجيب لبنتي واديها كذا وكذا 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 وكذا، وبدا يستدين فلان ويستدين فلان ويبدا شيكات ويبدا يصرف على نفسه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لا ييسر له السداد. خلي بالك النقطه دي كويس قوي. لا ييسر له السداد، ليه؟ لانه كلف نفسه اكثر من ايه؟ اكثر من طاقته. فكلنا بلاش هنتفق على اعتقد ان البلاد كلها اجمعت عليه. رقم واحد قالوا الغاء زفة جهاز العروسين بالديجين. اللي موافق على الغاء زفة جهاز العروسين بالديجين حكم رفعي. ما شاء الله كلنا بنحب ناس يا جماعه، كلنا بنحب ناس. عادي الستات بيقولوا هذا الكلام، الرجاله بيقولوا هذا الكلام، الشباب بيقولوا هذا الكلام، البنات بيقولوا هذا الكلام. اثنين الريش زي ما الشيخ احمد صفار دلوقتي بيقول كل بلاش تفضلوا الوقت وقالوا احنا مش موافقين عنه. يعني في سؤال بسيط خالص، هل يجوز الزواج بلا نيش؟ السؤال ده لو طرحناه على الدين شوف هو يقول ايه؟ يجوز. لو طرحناه على العقل يجوز. طرحناه على العرف هنقول ايه؟ يجوز. طرحناه على اي حاجه هنقول يجوز. يبقى الغاء النيش. اثنين ثلاثه. حاضر هنقول الكلام ده كله. احنا نتفق كله بنصل لحل اتفاق اللي احنا بنقوله بنتفق عليه. ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده ان ما اجتمعت امتي الا على خير. تمام؟ لو حضرتك معاك فلوس
مستدين قد ايه؟ 100,000. هل لو انت بقى عليك جنيه لحد حتى يدفعه؟ ما كانش يدفعه. يبقى معنى ذلك ان احنا كلنا بنتفق كده على مصلحه بعض. تمام؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه الاجهزه الكهربائيه قلنا من كل جهاز ايه؟ حاجه، بس الحاجه اللي هتستخدم. الحمله بتقول كده هات لبنتك او ابنك احسن جهاز. لكن الشيء اللي هو هيستخدم فقط. الشيء اللي هي ايه؟ اللي هيستخدم. المعاناه موجوده كلنا بنعاني منها. انا سمعت عمل حاجه. تعالى اتفضل. اسم حضرتك ايه؟ علي الزلال. طب بلاش تصوير. لا عشان الكلام ده ازاي؟ طيب الجواز ده كان سهل ولا عليك منه؟ لا قبل ما لو عليك منه. طيب ايه رايك في اللي احنا بنقوله دلوقتي كده؟ بنقول دلوقتي ان احنا نجيب الاشياء الضروريه فقط. انا قلت لك طبعا تمام. كل حاجه واحده. ثلاجه، غساله، بس ممنوع ليه. بالنسبه للحله وبالنسبه للواحد الشمس عامل ازاي وخلاص، ايه المشكله يعني؟ حضرتك انت دلوقتي بتقول ان انا هطبق الحمله بتقول انا قلت لحضرتك انا هطبق. انا كنت عاوزك من زمان كتير. عايزين نحيي الراجل هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا بيقول من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من يعمل بها الى يوم القيامه. يبقى انت تبدا السنه الحسنه ما تقولهاش ان شاء الله باذن الله. انا هطبق هذا الكلام من الاشياء اللي لازم بس فقط. والاشياء غير ضروريه مش جايب. انا مش جايب. العاطفه بتاعتي معاك الكون تقعد خالص. ايه المشكله؟ كنا نجيب ناس حتى لو تاكل هو ده اللي ربنا عايزه. الناس النجوم مستبشره ازاي بالحمله؟ ان شاء الله يكون خير بدايه خير ان شاء الله ويقطع بهم الاسلام ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله لما نهتم بالاشياء الضروريه فقط ما ده يسرنا الزواج بلاش ان شاء الله. وانا نهايه انا عندي بنتي ان شاء الله على وش جوازها تتجهز واللي قدام ربنا اللي هيقدم قدام ربنا هو اللي يأجل وهكون اول واحد ان شاء الله يطبق الحمله دي. ادي الشيخ ايمن برضه كلنا جماعه بالحقيقه. طيب الشيخ احمد هيعمل مداخله معانا. اخوانا ان شاء الله. الشيخ ايمن وقف وانا عندي بنت على وش جوازها جهزها. تمام. اطلب من الشيخ ايمن تقول الاستاذ رضا بكتابه ايمن بنتك. ولو حصل يا شيخ ايمن شيء يزعلنا في موضوع القايمه هنقف في المسجد اللي انت فيه ابو شاهد ومسجد النصر تقولوا لي يا اخوانا حملتنا سقطت لان الشيخ ايمن فيها المنبر. للاسف اخلي بالاتفاق. الشيخ ايمن واقف بيعاهد بلاش كلها. ان شاء الله الحمله ان هو هنطبق الحمله هو هيطبق وان شاء الله كلمه راجل وهتتنفذ. استاذ علي احنا عايزين نحقق الفيلم اللي حضرتك بتتكلم فيه كلنا بنعرفه حقيقي والله العظيم. هو ده هي دي بلاش عمالقه. الاستاذ عاطف حضرتك لما ماشي تمام لما الحمله تطبق في بلاش يبقى كده يسرنا الزواج فعلا ببلاش. اكيد طبعا انا قعدت 10 سنين في السعوديه. اسمع يا جماعه لو سمحت اتفضل. انا من حوالي 6 شهور يمكن الناس دي عارفه ان انا بدات الموضوع ده في مسجد النصر الاول وكلمت في مسجد ابو شاور واخد بالك انت. وبس طبعا ما لقيتش حد يساعدني بصراحه يعني الموضوع ده. بس لقيت ناس بتقابلني بيني وبين نفسها مبسوطه مني وعاوزه فعلا ويقولوا لي يعني في ناس مثلا جهازوا الاولاد بيقولوا طب انت ما قلتش الحاجات دي من قبل كده. تمام. فانا قعدت 10 سنين في السعوديه العروسه بتخرج بالحاجه العزيزه عليها زي الحاجه الخاصه بيها بس. تمام. شنطتها هدومها لو دبدوب خاص بيها بس على قدها. هو على فكره الحمله بتاعتنا لما رحناها على الفيس لقينا الدول العربيه كلها بدات تتضامن معانا وحاجه يا جماعه اهل بلاش اسمها الجزئيه دي. لقينا الناس بتوع قطر الست القطريه اتصلت عليا وبتقول لي ايه الحمله اللي انتوا عاملينها؟ قلت لها 1 2 3 4 وبتقول الاشياء الضروريه. قالت عندنا خلي بالك بقى الدول الخليجيه اللي معاهم فلوس منها وهي قالت احنا عندنا العريس بيدفع المهر للعروسه زي ما كان عندنا هنا زمان. تمام وايه ده؟ العروسه بتروح للعريس ما بتاخدش من بيت ابوها خير في ابره. نفس اللفظ ده لا ما بتاخدش خير في ابره. تمام؟ معنى ذلك ان مين
حاجه من عنده هو اداها خير وبركه، ما اداش خير وبركه. تمام؟ يبقى الاسعاف او الخمس السعوديه لقينا الناس بتدفع مهر والعروسه بتقول ما بتدخلش الجهاز اللي احنا هو الاسلام كان كده، قال البنت تاخد المهر اصلا مش مثلا كلف ابوها رباها او علمها وصرف عليها وبعد كده يندان ويروح يجيب شيكات على نفسه، وبعدين دي كلها اصلا ملهاش لازمه. يعني انت النهارده الحاجات اللي بتستعمل في البيت دي، يعني احنا حاجاتنا كلنا عارفين بعض. ايه اللي بيستعمل في البيت؟ الثلاجه، الغساله، الزباس. انما الحاجات الزياده كلها اللي هي الورد والزينه والاشتكاكات، الكلام الفاضي ده كله اللي بيجيبه. انا باشا شايف الناس فرحانه جدا بالناس. في حاجه بقى بعد ما خلصنا صلاه الجمعه النهارده وانا خارج من المسجد لقيت الستات بيدعوا لنا. الستات في بلاش هنا بيدعوا لنا يقولوا ربنا يوفقكم وكلنا نمشي بهذا الوضع. معنى ذلك ان الستات تعبانه من الكلام ده. لو جبنا الاستاذ سيد وهيدي من اهالي بلاش برضه بنقول لك لما الحمله تطبق في بلاش، هل الوضع ده كده هيصل الزواج بالفعل للشباب في البلدان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر زوجة الكبار والسنة الزوج النعم واهالينا. الحمل طبعا كويسه جدا، بس محتاجه مش نفرح بالمؤتمر ده فقط، احنا عايزين نزود طبعا السلف وضوائي المساجد دايما يكرروا عشان مجموعه صغيره جنب البلد. فمحتاج عشان ما نبقاش عندنا امانيه كبيره ازيد من اللازم، لازم خطباء المساجد عليهم. احنا بنتابع الحاجه بنتابع على طول لحد ما تعملش المؤتمر وبيخلص، انما بتفضل متابعه لحد ما تطبق على ارض الواقع. لكن ده هيصل فعلا زواج؟ طبعا ده حد يكبر، ده هو الشرع يا شباب. وفي العقد زمان مثلا السعوديه، انا كنت في ليبيا مفيش خالص العروسه ما بتتكلمش اي تكلفه، ده بالعكس ده هو كمان بيجزيها وبيجيب لامها كمان ذهب، وهي مجرد بس بتظهر مش عايزين نضغط على العريس. يعني في كل دول عربيه كده احنا بس اللي بنضيع. تمام. يبقى هذه نموذج مع عندنا في السعوديه وهذه نموذج في ليبيا. يا جماعه بلاش تعمل زي مين؟ بلاش احنا عايزينها، عايزين بلاش تبقى نموذج للبلاد اللي حوالينا، تبقى نموذج صالح للبلاد اللي حوالينا. استاذ نبيل خلاص احنا هنتفق على الاشياء الضروريه والاشياء غير ضروريه. انت لو عندك بنت هتجوزها مش هتجيب حاجه دي. لا انا مش هجيب كل حاجه، هو انا مش هجيب. انا يا راجل هي ولا حاجه. كلنا بنحيي يا جماعه، كلنا بنحيي. شوف بقى احنا بنبدا ازاي اهو. عندنا عايز واكيد الاشياء النهارده بقى وانت شايف الفرحه في اعين الناس وبلاش كده. يا ترى الحمله فعلا هتحقق اهدافها هنا؟ الحمد لله الحمله حققت اهدافها اول يوم كانت في بلاش، لان الناس اللي جايه كلها قاصدين ان ينفذوا كلامهم، واحنا اتفقنا في اول حاجه زف الجهاز العروسه او العروسين ما يبقاش فيه شيء. قد ايه موقفني وموقف الناس الحضور موقف اهل بلاش. انا في رايي وانا هنفذ اللي هروح للفرح وهلاقي في شيء همشي موافقين على الكلام ده. انا انت شيء واقع اللي هلاقيه جاي في شيء موجود في الفرح تعال اللي جاي في شيء وموجود في الفرح اقرب حاجه رقمها احنا اتفقنا مش اتفقنا على الكلام ده. اهالي بلاش الحضيض اتفقنا ان احنا اتفقنا تمام. ده اللي تابع عليه اهالي الضوابط كده واهالي البلاد الثانيه اللي مش هينفذ هذا الكلام مش هيروحوا لا الفرح ولا العزاء. لو سمحت الناس الكبار بتوع البلد يجتمعوا يجتمعوا عشان يبقى التنفيذ على ايديهم. احنا بس يعني فتحنا الموضوع ده للكل وكبار البلد هيقعدوا وهنتفق على هذا الوضع. وكذا حاجه ان شاء الله كل صلاه جمعه يقولوا الحمله مستمره. الناس موجوده معانا ولكن في ظروف الحياه الواقعيه
لكن كل البلد الناس اللي هو الاستاذ رضا جه مشهور كذا مره في مسجد النصر والناس كلها متفقه على هذا المبدا، ولكن المشكله مش ان احنا مش متفقين، احنا كلنا متفقين، لكن المشكله تطبيق. ايه التنفيذ؟ احنا اتفقنا على اول بند من البنود ان احنا مش هنعمل ايه؟ الزاويه بالتجيب. قابلتوا لقيتوا بكره فرع او عزال بالتجيب، هيبقى موقفكم ايه؟ حد يقول لي واحد منكم بصوا لو احنا الموجودين 50 100 اتفقنا على كده الباقيين هينفذوا والله. اتفقنا على كده. بص يا باشا، البلاد عملت برضه عشان برضه المواطنين. في فلان عنده زي في جهاز عروسيه مثلا بكره او الاسبوع الجاي، الناس يروحوا له من اهالي البلد، الناس الرشيده يروحوا يقعدوا معاه، والله احنا بدانا اتفقنا على كذا وكذا وكذا، فالرجاء ان احنا خليك انت السنه الحسنه تبدا ايه؟ لازم نروح ماشي، وانا معاك، انا تحت امرك، بروح ونقعد معاه نقول له خليك انت السنه الحسنه، فعلا الناس هتستفيد جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله هيبدا غالي جدا التنفيذ. يعني الاستاذ رضا بيقول ان احنا لو واحد عنده فرع قبل ما نقول له الكلام ده نروح له نقول له خليك كذا وندعيه ان هو او ندعوه ما نعملش نتيجه. ادي النقطه الثانيه يبقى جهاز العروسين يجي العربيات على قد الايه؟ على قد هتعمل لي لجنه من اصحاب الكلمه في البلد، اصحاب الراي، يقوموا على هذا الموضوع، وهنكتف ابو العريس والعروسه في الاتفاق من الاول. تمام عشان هم هيبقوا قائمين على هذا التنفيذ. تمام. وانا اول واحد موجود وجاهز ان انفذ، وعلى حسابي كمان لو هدفع فلوس للي مش قادر ان شاء الله باذن الله. تمام. نمره 2 عايز لائحه بكل ما وصلتوا ليه بالنتيجه تتكتب لنا كامله بما اتفق عليه، باللي انتوا الخبره اللي انتوا قلتوا عليها دي عشان احنا نمشي عليه. تمام. عايز لائحه بالبنود يا عم نبيل 20 بند 10 بنود اللي انتوا بتتكلموا فيها دول، احنا هنناقش فيها والدي العريس ان شاء الله باذن الله. وبرضه احنا بنقول الصدق منجاه، لو احنا ابو العريس وابو العروس عندهم الصدق وقد المسؤوليه هينجو. ما ينفعش نعمل 50 اكتب له 100 هيفشل. دي نمره 1. نمره 2 القائمه الموجوده تتكتب بالظبط وثمنها المظبوط، مش لازم اكتب، لا ما ينفعش. واحنا برضه انا بقول اولياء الامور حاليا النسبه 46 فشل، لان اولياء الامور فاشلين قبل اولادهم. انا بجوز عنده عيل عنده 16 سنه و18 سنه لا يفقه شيء، وبنت مالهاش لازمه تتجوز، ما ينفعش. لازم يكون الولد قد المسؤوليه، لازم يكون عامل او متعلم ومثقف ومنتج. انا هجوزه واصرف عليه، ما ينفعش يا جماعه. كل الاولاد اللي عندنا فاشلين والبنات افشل، نت وما نت ما ينفعش. ابوه مش قد المسؤوليه اصلا عشان يجوزه بعد سنه في الطلق للاسف الشديد. فهذا تحذير مني لاولياء الامور قبل الاولاد، وربنا يوفق الجميع.